والله العظيم مش بغلط في شركة نوكيا يعني، واي حد بيسمعني ماسك تليفون نوكيا انا مش بغلط فيك والله، ومش بغلط في الشركة الام بتاعتك اللي انت بتحبها. فانا جاي اقول النهارده يعني انت ليه ما تبقاش زي شركة نوكيا بجد؟ يعني شركة نوكيا مثلا ما اتطورتش طول حياتها، يعني هي دايما كده اللي هو ايه، سامسونج واللي هو تشاومي ومعرفش ابل، هم كلهم بقى ايه، راحوا بقى عملوا حاجه اسمها تليفونات تاتش. يعني لو تسمع عنها يا نوكيا، في حاجه اسمها تليفونات تاتش دلوقتي، اللي هو ايه، بنعمل لها كده بتشتغل تمام. فاللي هو التليفونات التاتش دي يعني نوكيا لسه ما عرفتهاش، اللي هو لسه بقى والله ده انتوا طلعتوا تليفونات تاتش. اه طب يلا انا هطلع اصدار من الفون بتاع الاوف 2009 متفوقه. طب ماشي احنا والله عملنا حاجه اسمها اي انتوا اتطورتوا، طب يلا الاوف 2010. بس هي يعني هي ما اتطورتش، هي بالزرار، هي ما اتطورتش بالزرار بتاعتها بكل حاجه. فما تبقاش زي شركه نوكيا يعني، بالله عليك اتطور. يعني انت شفت معانا نطة الالماني اللي هو كان فيه كده فتره يلا بينا كلنا نتعلم الماني. هتقول لي طب يعني انت اصلا يا محمد، يعني انت اصلا تعرف حاجه عن الالماني ولا شفت الالماني؟ اقول لك والله بصراحه يعني انا ما سمعتوش كله لان يعني الفيلم كان طويل. بس يعني بصفه عامه يعني اشبين محمد اشكيما اوس ايديبتون انا متعلم الماني. بس نطيت يعني اللي هو شفت الموضوع بجد انا متعلم الماني، يعني الجملتين اللي انا قلتهم يثبتوا لك ان انا متعلم الماني. فيعني بجد انت معانا بتتطور ولا انت لسه في 2019 في استوديوهات الجوكر؟ يعني بجد في ناس اللي هو ايه، اصل احنا لسه احسسنا، بص احنا في 2026، فلو انت لسه بتنزل استوريات الجوكر اعرف نفسك ان انت لسه في 2019، يبقى انت مش متطور معانا. زي الناس اللي بتكتب كتب واللي بتكتب مقالات، يعني هو تقعد ساعتين تكتب في المقال. طب ليه تقعد ساعتين تكتب في المقال؟ ده والله في اختراع بجد هبهرك، في حاجه اسمها شات جي بي تي مثلا او جيميناي. جيميناي. انت عارف ان شات جي بي تي او جيميناي يقدر يعمل لك الحاجات دي كلها في خلال 5 ثواني؟ فتلاقي اللي هو ايه اللي بيكتب مقال مذهول كده، اللي هو ايه الجيل المتخلف ايه الجيل ده، ايه الجيل ده؟ يعني ايه انتوا بتاكلوا بعقلنا حلاوه؟ يعني ايه حاجه يكتب لك المقال كله في 5 دقائق او 5 ثواني؟ هو فعلا في 5 ثواني. فاللي هو لا الجيل ده بايظ يعني، بجد الجيل ده بايظ. لا يلا بينا نكتب بقى ايه، نقعد ساعتين نكتب في المقال اللي محدش اصلا بيشوفه. يعني فهل انت من الناس دي ولا انت بتتطور معانا؟ لا فتطور يعني، اتطور بجد. عشان ايه؟ والله احنا مش هنستناك، احنا هتلاقينا بننط على طول. يعني احنا بنتعلم تمام وبنتطور وبنتعلم اي كويس على فكره، لان الاي يعني والله انا عارف ان الجمله دي سمعتها من كله، بس الاي هو المستقبل فعلا يعني. فيعني هل انت بتتطور معانا ولا انت لسه قاعد ورا؟ فبالله عليك ما تبقى زي شركه نوكيا. يعني انتهى مصير نوكيا فين؟ يعني بجد والله سامسونج دي مثلا هي الاقوى، كانت مثلا كانت سامسونج الاقوى ولا نوكيا؟ يعني بكل تاكيد نوكيا اللي كانت اقوى. طب دلوقتي انت تسمع ايه عن نوكيا؟ الجهاز اللي ب 350 اللي عامل لك اعلاناتها على ايه، على قناه الاسطوره. تسمع عنه حاجه تانية؟ لكن ما شاء الله شركه سامسونج وشركه شاومي وابل بتلاقي لهم اعلانات في الشوارع. انت عمرك شفت اعلان لنوكيا في الشوارع؟ يعني عمرك مثلا كنت ماشي اللي هو كده في ايه، اعلان نوكيا؟ عمرك مش هتلاقي. ليه؟ لان هي اصلا هي لسه قاعده، والله هي لسه مش عارفه تعمل التاتش، هي لسه التاتش مش عارفه تعمله. فاللي هو ما تبقاش زي شركه نوكيا وطور من نفسك تمام، عشان احنا مش هنستناك واحنا بنتطور وانت تفضل قاعد ورا وبس كده.